هو ليه كل الناس بتبعد عني؟ كل مرة يحصل كده وبقول لنفسي يمكن غلطت، بس في الحقيقة أنا دايما غلط. غلط في كل حاجة بعملها في حياتي. حاسس دايما إني مش كفاية، وحاسس إني مستحقش الحب والاهتمام. حتى الشغل اللي حاولت أكون مميز فيه برضه فشلت. أنا فعلا مش حابب نفسي، وأكتر حاجة بخاف منها إن أكون فعلا المشكلة اللي الكل بيهرب منها. أنا السبب في كل حاجة. في الحقيقة أنا فاشل. فاشل بجد. وده الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده. الناس اللي بتلوم نفسها باستمرار، الناس اللي بتفكر كتير ودايما نظرتها سلبيه للحاجات اللي هي بتعملها، الشخص اللي ما عندوش ثقه بنفسه ودايما بيتاثر من اقل كلمه تتقال له من اي حد. وجلد الذات او لوم النفس بالشكل المبالغ فيه ده مش بيجي كده، واكيد بيكون ليه اسباب كتير جدا زيه وزي اي حاجه تانية. ومن ضمن الاسباب دي حاجات احنا تعرضنا لها في حياتنا قبل كده، يعني حاجات ملناش اي دخل فيها. حاجات مثلا زي التربيه الشديده او التربيه الصارمه، واللي الشخص فيها ممكن يتعرض للوم او النقد المستمر. وبرده من ضمن الحاجات دي هي الصدمات النفسيه اللي ممكن يكون الشخص ده تعرض لها في حياته قبل كده. حاجات مثلا زي تعرضه للتنمر، او احساسه بالرفض من بعض الناس القريبين في حياته، او شعوره بالاهمال من اهله في بعض المواقف الكبيره اللي تعرض لها في حياته واللي كان بيحتاج فيها دعم كبير. ولو بصينا لكل الاسباب المرتبطه بالحاجات اللي احنا تعرضنا لها في حياتنا قبل كده، هنلاقي ان كل الاسباب دي مرتبطه بالاسره او بنظام التربيه، واللي بتخلي الشخص دايما يكون صوره سلبيه عن نفسه. دايما بيحس ان هو شخص مش كفايه، دايما بيحس ان هو شخص لا يستحق الحب او الاهتمام، دايما عاوز يكون شخص مثالي علشان يلاقي قبول من المجتمع او من الناس اللي حواليه. وطبعا كل البلاوي دي بتوصلنا في الاخر للمصيبه الكبيره وهي جلد الذات. وبرضه في بعض الاسباب التانيه اللي مش بترتبط بالحاجات اللي احنا اتعرضنا لها في حياتنا قبل كده، والحاجات دي بترتبط اكتر بافعالنا او بطريقه تفكيرنا. ويمكن من اهم الحاجات دي هي المقارنه. نرجع ونقول ان السوشيال ميديا احد اهم الاسباب اللي بتزود عندنا المقارنه. دايما شايف قدامك مثلا فلان اخذ الشهاده الفلانيه، علان اتجوز البنت اللي بيحبها، ترتان اشتغل في الشركه الانترناشونال اللي كل الناس بتحلم بيها، وتبدا ما تتقبلش كونك شخص عادي، وتبدا تقيس مستوى نجاحك باللي انت شايفه قدامك. وبعيدا عن السوشيال ميديا، في ناس دايما بتقارن نفسها بالناس اللي حواليها. تلاقيه هو في المدرسه مثلا بيقارن نفسه او عاوز يكون زي ابن الميسي اللي معاه في الفصل، وهو في الجامعه عاوز يبقى زي فلان الفلاني اللي معاه عربيه، ويفضل يقارن نفسه بالناس اللي حواليه في كل مراحل حياته. طبعا انك تتمنى تكون زي الناس الناجحه اللي انت بتشوفها في حياتك دي حاجه كويسه، ولكن مش بالطريقه اللي تخليك تكون مش متقبل الحاجه اللي معاك دلوقتي، ولا بالطريقه اللي تخليك تسخط او تكون مش متقبل الحاجه اللي في ايد غيرك، ولكن بالطريقه اللي تخليك تحسن من نفسك ومن غير ما تجلد في ذاتك علشان تقدر توصل للحاجه اللي انت عاوزها او علشان تقدر توصل لاهدافك. وبرده من ضمن الحاجات المهمه المرتبطه بيك انت وبطريقه تفكيرك هي فكره السعي دايما انك تكون شخص مثالي. لازم تتقبل فكره ان كل الناس اللي حواليك مليانه عيوب واخطاء، حتى لو انت مش شايف العيوب والاخطاء دي، ولكن مهم جدا تتقبل فكره ان مفيش حد كامل. وطبعا كل الكلام ده بيؤدي في النهايه لجلد الذات، واللي بيقلل من ثقتك بنفسك ويخليك تعيش حياه كلها قلق واكتئاب، وبيخليك شخص متردد زياده عن اللازم، ومن الاخر كده بيخليك تعيش حياه مش احسن حاجه على مستوى الصحه النفسيه. عاوز اقول لك ان في بعض الناس من كتر التفكير ولوم النفس زياده عن اللازم بيوصل لدرجه ان هو خلاص يقتنع اقتناع تام بان الخطا اللي هو عمله لا يغفر، اللي هو خلاص قرب يشنق نفسه. في ايه يا عم، خلاص كل الناس بتغلط. لا، ما عندوش الكلام ده. هو خلاص اقتنع اقتناع تام بان هو ما ينفعش يعمل كده، ولازم يتخلص من نفسه اللي عملت كده او اللي اتسببت في المشكله دي علشان يكون مرتاح. مهما كانت الحاجه اللي حصلت لك او مهما كانت الحاجه اللي انت عملتها، اكيد مش هتكون مستاهله منك رده الفعل دي كلها. وزي ما قلنا الموضوع بيكون مرتبط باسباب كتير جدا، منها اسباب كتير مش بتكون مرتبطه بيك انت، حاجات خارجه عن ارادتك. وعلشان كده مهم جدا ان انت تتعافى من فكره جلد الذات او الاوفر ثينكينج. وعلشان تعمل كده في بعض الحاجات المهمه جدا اللي لازم تعملها في حياتك. واول حاجات دي ان انت تقرب من ربنا سبحانه وتعالى، وده لان قربك من ربنا هيساعدك ان انت يكون عندك قناعه ويكون عندك رضا، وده هيبعدك عن المقارنه اللي احنا قلنا ممكن تكون احد اهم الاسباب اللي هتوصلك لجلد الذات. وبرضه قربك من ربنا هيزود ايمانك الداخلي بنفسك وبقدراتك، فبالتالي هيزود ثقتك بنفسك. خليها قاعده اساسيه في حياتك، وهي فكره ان بعدك عن اي حاجه وحشه في حياتك او بعدك عن اي حاجه ممكن تضرك، وبرضه قربك من اي حاجه مفيده او اي حاجه ممكن تحسن حياتك، هيكون مرتبط بمدى قربك من ربنا سبحانه وتعالى. تاني الحاجات دي ان انت تشوف نقاط الضعف اللي عندك، ولكن من غير ما تجلد في ذاتك ومن غير ما تدخل في دوامه الاوفر ثينكينج. زي ما قلنا كلنا عيوب ومميزات، فبالتالي بيكون مهم وضروري جدا ان انت تشوف العيوب او نقاط الضعف اللي عندك وتحاول ان انت تقومها او ان انت تحسنها. تالت واهم الحاجات اللي المفروض ان انت تعملها وهي فكره ان انت توازن ما بين المشاعر او العاطفه اللي عندك وما بين عقلك.
خليني اقول لك ان اي حاجه غلط او اي حاجه وحشه انت عملتها لو سبتها للمشاعر او العاطفه بس اللي عندك هتزود جلدك لذاتك وتدخلك بقى في دوامه انا فاشل وانا لا استحق وكل الكلام ده. انما لو فكرت فيها بالعقل هتعرف ان في حاجات كتير خارجه عن ارادتك زي ما قلنا، وحتى لو الحاجات دي مش خارجه عن ارادتك وانت فعلا اخطأت وعملت الحاجه دي هتقدر وقتها ان انت تتعلم منها علشان ما تكررهاش مره تانية. رابع الحاجات اللي هتساعدك ان انت تقلل من جلدك لذاتك ولومك لنفسك، وهي ان انت تقلل من جلدك لذاتك ولومك لنفسك. وانا هنا ما بهزرش، لازم يكون عندك قوه اراده ولازم تتحلى بفكره ان انت تحاول تخفف من عتابك ولومك لنفسك باستمرار. خامس واهم شيء وهو ان اهلك يقدموا لك الحب والاهتمام. شوف يعني الدبانه جت في الحب والاهتمام. خامس واهم شيء انا شايفه من وجهة نظري وهو ان اهلك يقدموا لك الحب والاهتمام الكافي ليك، ولكن انا شايف ان النقطة دي ممكن ما تتوفرش لناس كتير بسبب الظروف اللي موجودة او الظروف الاسرية، ولكن ممكن تلاقي الحب والاهتمام ده في بعض الناس اللي حواليك زي مثلا اصحابك او زملائك في الشغل، ولكن تحاول تبعد على قد ما تقدر عن الناس التوكسيك. وبرضه الحب والاهتمام اللي انت هتاخده من اصحابك او من زمايلك في الشغل او ايا كان المصدر مش هيكون بنفس اهمية وقدر الحب والاهتمام اللي انت هتاخده من اهلك، ولكن انت بتحاول على قد ما تقدر تعمل عمليه توازن. ولو ما لقيتش ولا مصدر للحب والاهتمام، احنا هنا في القناه يا صديقي بنقدم لك كل الحب والاهتمام، وبنقول لك ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو الفيديو عجبك وتشوف الفيديوهات اللي هتظهر لك على الشاشه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.